السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز ده اللي قدامنا اللي احنا دايما بنشتغل فيه ما بنغيروش، اللي هو بيسموه أسباني. هو مواصفات أسباني مصنع في الصين، بس مش كل الناس بتبقى عارفة الكلام ده، لأن اللي بيروح يقول أنا عايز أسباني بيدوله ده، ولو انا عايز ايطالي هيدوله برضه ده، ولو انا عايز الماني هيدوله ده، ولو لقيوه مش فاهم حاجه هيدوله الارتفيشال اللي هو ملوش علاقه بالكوارتز نهائي، ويقولوا له ده ايطالي والماني واسباني. فالعمليه كلها بترجع للخبره وبترجع للتجارب. انت اللي يهمك في الخامه ان هي ما تتخربش بالسكينه او المسمار الصلب، وما تشربش اي سوائل، لا زيت ولا ميه ولا قهوه ولا كاتشب. واحنا عاملين تجارب على الخامه اللي احنا شغالين بيها دي مع العملاء بتوعنا. يعني بخلي العميل يجي لي المصنع، والطاوله اللي هقطع له منها بقول له اعمل عليها اختبار وسيبه ساعه ساعتين، وبعد ما تغسل الاختبار الحاجه اللي حطيناها ميه نار، حطينا تنر، كل حاجه حطيناها وخربشنا بالسكاكين مش بتتخربش. بعد ما بنغسلها ونطمن لها خالص بنرفعها على المكنه ونقطعها. اللي قدامنا ده الوقت اسمه كلاكاتا جولد. كلاكاتا جولد يعني المفروض العرق بتاعها ذهبي، ولكن هو مش ذهبي، هو لونه اورنج. هنسمع رأي العميل ورأي المدام ونكمل معاكم الفيديو، تابعونا للآخر. باشمهندس قول لنا بقى رأيك في الشغل، بس علي صوتك شوية. يعني الباشمهندس خالد، تسلم ايدك يا باشمهندس خالد، والله يعني شغلك زي الفل وراجل ملتزم وكفايه بقى ان هو راجل ذوق وراجل مثقف. اللي الناس ما تعرفوش ان الباشمهندس خالد يعني راجل مثقف جدا يعني. الله يخليك. والله فلا تسلم ايدك، الشغل ممتاز وطبعا يعني ومعانا برضو الباشمهندس محمد هنا. تسلم ايدك والله يا شيخ خالد، يعني تسلم ايديكم وربنا يفتح عليكم دايما يا رب، ودايما في تقدم وطبعا احنا نوصي بيكم لاي حد، يعني اي حد يحب يشتغل كوارتز، سواء الامانه سواء الماده الخام، كل حاجه بصراحه كويسه يعني. شكرا يا باشمهندس، ربنا يوفقك. عايز تقول حاجه تاني قول. لا تمام. ايدك والله يا شيخ خالد، يعني كل حاجتك جميله، وفنان محمد يعني ربنا يكرمه، فنان بقى. جميل ما شاء الله يعني.